95% كيغلطوا في طريقة العجن ديال البطبوط وكيخرج البطبوط مدقس. اليوم غادي نعطيك الاسرار باش ينجح معاك من اول تجربه وكيخلي البطبوط يتنفخ ويجي خاوي من الداخل. تبعي معايا الفيديو حتى الاخير باش تعرفي جميع الاسرار. شوفي معايا كي كيجي خاوي من الداخل صالح لجميع الحشوات. اول حاجه، السلام عليكم، مرحبا بكم في القناه. وفي المقادير غادي نحتاج عندي هنا زلافه ديال الفورس ودقيق الابيض ونص زلافه ديال الفينو. دائما الفورس كيكون غالب على الفينو، خاصه الفينو تيكون بحال السميد. ومن بعد غنزيدو نص معلقه كبيره ديال الخميره والملح على حسب الذوق. انا ضفت معلقه ديال الملح ومن بعد كنجمعوا النواشف كاملين بحال هكا بيدينا وتنزيدوا الماء على حسب العجين. انا هنا غادي نقول لكم في الاخير شحال احتاجيت ديال الكاس ديال الماء. ومن بعد كنجمعوا العجين ديالنا شويه بشويه حتى كتجمع معنا العجينه كامله. هنا احتاجيت الكاس الثاني ديال الماء كيف ما كتلاحظوا. الكاس الاول جمعنا به شويه ومن بعد زدنا الكاس الثاني ديال الماء. يكون الماء دافي، ما يكونش الماء سخون بزاف وما يكونش الماء بارد. وصافي من بعد هنا تندلكوا العجينه ديالنا مزيان، تنعجنوها تندلكوها مزيان حتى كتولي رطبه. اهم حاجه وسر من الاسرار ديال البطبوط هو تكون العجينه خفيفه وتكون العجينه رطبه، ما تكونش رطبه بزاف وما كتلصقش في اليدين، يعني تكون رطبه هكا كيف ما كتلاحظوا في الفيديو. المهم ما يكونش العجين ديالنا قاصح ومدقس، يعني خاصو يكون رطب. ومن بعد كندوز مباشره كنقسم العجين ديالي الى اجزاء كيف ما كتشوفوا، يعني ما تنخليش انه يختمر. كندوز مباشره كيف ما كنسالي كنقسموها هكا كرات على حسب كل وحده كيفاش تقدر تحكم في العجين ديالها. انا قسمتهم شويه هكا كرات يكونوا كبار، اجزاء كبار وصافي، يعني ما تنخليهمش انهم يختمروا، ولكن ملي تنقسمهم كاملين اجزاء تنخلي يعني بما قسمت الثانيه والثالثه بما قديتهم تتبقى الاولى كترتاح، يعني ماكسيموم ترتاح ما بين 3 دقائق 4 دقائق. نخليوهم يرتاحوا شي شويه باش تلق معنا العجينه بكل سهوله. وهنا كنستعمل الدقيق الابيض بحال هكا. الا شفت العجينه انها كتلصق شي شويه تنزيد شويه ديال الدقيق باش بحال هكا تجيني بسهوله انني نقدر نجمعها. صافي من بعد كنغطيهم بالزيف وتنخليهم انهم يرتاحوا شي شويه، يعني 2 دقائق 3 دقائق ماكسيموم. صافي من بعد هنا تنستعن بالدقيق الابيض وتنبدا نسرح العجين ديالي. كنطلقوا العجين ديالنا بحال هكا. شوفي يعني راه كتجي ساهله انها تسرح معنا العجين، حيت ديجا ان العجينه مقاده مزيان ورطبه ماشي قاصحه. انا غادي ندلكها شويه بيدي باش بحال هكا ما ندلكوش العجين من الاول، باش يجينا انها من طيبه يكون يتنفخ معنا من الداخل، يعني ما يكونش ندلكوه مزيان بالدلاك. الا دلكناه بزاف بالدلاك يعني ما غاديش يتنفخ معانا. صافي هنا تنرش تنهز الدلاك تندير ليه شويه ديال الدقيق باش ما يلصقش مع العجين. وصافي كيف ما كتشوف يعني راه غير تنسرح هكا شويه تتمشي معنا العجينه حيت العجينه مقاده مزيان. وفي هذا السمك تخليوها يعني ما تكونش رقيقه بزاف وما تكونش غليظه. وانا هنا غادي نستعن بهذه الدائره هذه اللي تنقدو بها الحرشات او بحال هكا دايرين بطبوط. صافي ومن بعد تنوركو بحال هكا مزيان حتى كنقطعوا العجينه ديالنا كامله. صافي هما تيجيو بحال هكا مقادين من جميع الاطراف، يعني غير العجين ما تخافوش منه وغادي تصدق معاكم. وهنا كيف ما كتشوفوا يعني كيف ما كنقطع العجينه كتبقى يعني ما كترجعش معايا العجينه. تنكونوا هنا يعني سرحناها مزيان وكنتاكدوا انها ما كترجعش حيت العجينه كتكون ارتاحت هذيك 2 دقائق حتى 3 دقائق. صافي هنا كنجمعوا العجينه اللي تيكون شاطلينه وما تنزيدوش دقيق بزاف فيه باش ما تجيناش قاصحه، يعني تنحاولوا ان ديما العجينه تكون رطبه. ومن بعد كنهزوا العجينه الثانيه اللي هي تنديروا الدقيق باش تنحاولوا انها تنتاكدوا انها ما تلصق لناش على سطح العمل. كل شويه تنقلبها بحال هكا وتنشوفوا واش يعني ما تتلصقش من التحت. بحال ما هكا ملي تنديروا الدقيق ملي تنديروا الدلاك تنديروا فيه شويه ديال الدقيق
يعني باش ما يلصقلناش التلاك في العجينه، حيت العجينه كتكون رطبه. صافي كل شويه كنتاكدوا ان الدقيق يعني كاين لتحت باش ملي نجيو نقطعو يعني ما يخسروش معنا القطع ديال العجين اللي غادي نكونوا قطعناهم. كنستمروا نفس القطعه الاولى ديال العجين اللي قديناها صافي. ومن بعد ملي تنساليوها من تسرح تنسرحوها مزيان تندوزو اننا نقطعوها شويه بشويه بحال هكا. كيف ما كتلاحظوا في الفيديو هكا تيجيونا كامل المقادير كنستعملوا بحال هذا الاطار. صافي هنا تنحطوهم تنغطيوهم وتنخليوهم يختمروا تقريبا حتى 20 دقيقه او 30 دقيقه على حسب الجو. في الصيف ماشي هو البرد بالحق ما يكونوش كيختمروا بزاف، حيتاش الا اختمروا بزاف ما غاديش ينجحوا لكم في الطياب، يعني ما غاديش يتنفخوا معكم مزيان. صافي من بعد هنا تندوزو في مقله تكون سخونه وتكون العافيه متوسطه ما تكونش مجهده بزاف وتنحطوهم. من بعد كنقلبوهم دغيا، يعني تنحطوا الاولى والثانيه والثالثه او على حسب المقله ديالكم. من بعد كندوزو الاولى اللي بدينا بها تنقلبوهم يعني ما تنخلوهمش تكطيب يعني من التحت وعاد كنقلبوها، يعني تقريبا 3 ثواني 4 ثواني تنكونوا قلبناها. صافي من بعد كنبقاو نقلبوهم شويه بشويه حتى كيتحمروا معنا من جميع الجوانب، يعني غير تنقلبوهم تيبداو يتنفخوا. وصافي ملي كيتحمروا مزيان من جميع الجهات كندوزو اننا نكملوا العجين ديالنا بنفس الطريقه. هادو هو الاسرار باش ينجح معكم البطبوط او ميني بطبوط. يعني اول حاجه ما يكونش العجين قاصح، ثاني حاجه ما تكتروش الفورس او الدقيق الابيض او الفينو اللي كتقرصوا به ما تكتروش. بالنسبه ملي كنكونوا تنقرصوا يعني نديرو غير شويه غير باش ما تلصقش العجينه على سطح العمل. وثالث حاجه انه غير نحطوهم في المقلاة تكون سخونه ونقلبوهم ديك الساعه، يعني ما يفوتوش 1 2 ثواني او 3 ثواني ونقلبوهم، يعني ما نخليوهمش حتى يكونوا يابسين من التحت او لا طايبين من التحت وعاد نقلبوهم. بحال هكا تيكونوا كيتنفخوا معنا غير تنقلبوهم مره ثانيه تيتنفخوا معنا وتيكون البطبوط ديالنا ناجح 100%. صافي تنبداو نطيبوا بحال هكا شويه بشويه، تنبقاو نقلبوهم كل شويه وتنبدلوا لهم بحال هكا البلاصه. يعني بعض المرات كتكون المقله ما فيهاش كامله سخونيه من جميع الجوانب، يعني كنبقاو نديو هذه هنا ونجيبوا هذه هنا. صافي كنكملوا العجين ديالنا كامل كنتحصلوا على بطبوط كيكون منفوخ وتيكون هشيش وتيكون خاوي من الداخل ما تيكونش معجن. يعني تبعوا غير الطريقه اللي قلت لكم ان شاء الله غادي يصدق معكم وانا متاكده. دابا ولا عندك سير ديال الميني بطبوط او البطبوط الصغير ما بقاش عندك عذر يخرج مدقس. شوفي كيجي محمر كامل من جميع الجوانب ورطب وخاوي من الداخل. ما تنسيش تبارطاجي الفيديو مع اللي عنده المشكل مع ميني بطبوط باش يستافد حتى الناس اللي بغاو يبداو في هذا المجال باش يبيعوه. الا استفدتي دعمينا بلايك باش يوصل للناس اخرين. واش تحبوا الفيديو ندير لكم حشوات ديال ميني بطبوط؟ اكتبوا لي في التعاليق. والسلام عليكم.